المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد، إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات السنين، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، قتلى وجرحى في هجوم لعصابات قرب عاصمة هايتي، والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. أهلا بكم مشاهدينا. تم اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمرة وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين، إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمرة السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق، موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجل صورها وفي مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وحث على القناعة وحسن التعامل، مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة، حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوس والخزرج لقرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التقريب بينهما حتى أصبحوا إخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالة من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يسهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم أشبه بقرية واحدة. وأوضح أن هذه الوسائل التي كان من المفترض أن تستغل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهم تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الأحقاد والضغائن، داعيا الجميع إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية، من بينها أناشيد ومدائح قدمها طلبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة أسمرة، إلى جانب عروض قدمها مجموعة من المنشدين والمداحين. شهد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي نموا بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2024-2025 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمات التعليم التمهيدي بوزارة التعليم الأستاذة أبا هبتون في تصريح لوكالة الأنباء أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي على مستوى البلاد ارتفع من 829 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكدت أن التعليم التمهيدي يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات، ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم التمهيدي من نحو 65 ألف طفل إلى أكثر من 128,500 طفل. وأشارت منسقة خدمات التعليم التمهيدي إلى أن وزارة التعليم تنظم تدريبات في جميع الأقاليم تركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة، موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة ب9 لغات أصبحت جاهزة للطباعة. وتوزعت مؤسسات التعليم التمهيدي حاليا على مختلف أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم قاش بركة و337
في إقليم شمال البحر الأحمر، و667 في الإقليم الجنوبي، و304 في إقليم عنسبة، و175 في الإقليم الأوسط، و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل600 مواطن في مستشفى تسني خلال الفترة من 21 من أغسطس إلى 29 من أغسطس الجاري. قال الدكتور أيوب بيانيه جراح العيون الذي ترأس الفريق إن العمليات أجريت للمواطنين من مديريات تسني وهايكوتا وفورتساوا، وكان من بينهم 15 طفل. وقال الدكتور ردئي منقستاب أحد أعضاء الفريق أن أصابة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بإعتام عدسة العين أمر شائع في المناطق المنخفضات، وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح، مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد قبره والتخستي مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة تسني كان لها دور هام في إنجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية، ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقرداد خلال الأيام القادمة. تم في 23 من أغسطس الجاري افتتاح نظام متكامل لإمدادات مياه الشرب النظيفة في ضاحية شكتي التابعة لمديرية دبعروة، ويشمل المشروع مد 12 كيلومتر من الأنابيب من عد صنعاي وتركيب خزانين بسعة إجمالية تبلغ 260 ألف لتر. وفي كلمته خلال حفل التدشين قال مدير ضاحية شكتي السيد محاري دباس أن مشروع المياه السابق كانت تواجهه مشاكل تتعلق بالكثافة السكانية والتوزيع وموقع القرى ونقص مصادر المياه، وأن مد الأنابيب من سد الأوغو قد خفف من هذه المشكلة. وأشاد مسؤول قسم المياه في مشروع الدهالو رقم 2 السيد شيشاي تسفاي من جانبه بالسكان لمشاركتهم الفعالة في إنجاح المشروع، وحثهم على العناية به وحمايته لضمان استمراريته. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبار والسيد تخل ماريان غبريسوس أن 15 قرية في المديرية استفادت من سدي اللوغو ومسلم. ويسكن ضاحية شيكتي الواقع على بعد 9 كيلومترات شمال دباروا 1800 نسمة. يواصل فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيم الشباب وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، وذلك من خلال لقاء توعوي عقد في 22 من أغسطس في دار ضاحية أبو كيلوما. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في مديرية جنوب دنكالي الشاب محمد إدريس أن الهدف الأساسي للاتحاد يتمثل في رفع وعي الشباب وتنظيمهم وتمكينهم، مشيرا إلى أن أعمالا جادة تنفذ في هذا المجال لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم. من جانبه أكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن المشاركة الفاعلة للشباب تعد عنصرا أساسيا لتحقيق التغيير المنشود في المجتمع، ودعا الشباب في المنطقة إلى زيادة مشاركتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، مع التركيز بصورة خاصة على توسيع فرص التعليم للفتيات، باعتبار التعليم أحد العوامل الأساسية لتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية. بدوره أشاد مدير إدارة ضاحية أبو كيلوما السيد علي برهان بالجهود التي يبذلها فرع الاتحاد الوطني في تنظيم الشباب وتدريبهم، مؤكدا استعداد الإدارة لتقديم التعاون والدعم اللازمين لإنجاح هذه الجهود. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإلى إنجاز قيام دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز الأنباء.
من جانبه قال ملك الأردن أن البلدين متفقان على ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. وأكد بيان صيني أردني مشترك أن البلدين يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأضاف البيان: يتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاوض، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخص قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أو برانس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كينسكوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات القوية المنضوية تحت تحالف واسع نفوذها عن العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد والتي تعاني من نقص في الأسلحة. عفوا. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى جيشنكار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي. وتأتي الزيارة في ظرف اقتصادي حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى المحافظة على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها، بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيدا من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة جايشنكار موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط، فالهند وروسيا تعملان على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بليسيستيك الفضائية على متن صاروخ سويز 2-1 بي قد وضع في مداره. وجاء في البيان: انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف في الوقت المحدد ووضع الجهاز الفضائي في مداره المستهدف، وتم وضعه للتحكم به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة، وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الصناعي والحفاظ عليه، وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد. إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفى السيناء. الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قتلى وجرحى في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي. والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.